السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة يومك مع مروة احلى. ان شاء الله هنعمل مع بعض البسبوسة المكرملة زي ما انتوا شايفينها كده. ما شاء الله البسبوسة جميلة جدا وسهلة وطريقتها بسيطة جدا. ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده البسبوسة مرملة حتى مش راضية تمسك في الشوكة. طريقة سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد منك وقت خالص. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ ونشوف هنعمل أحلى وأجمل بسبوسة مكرملة مع بعض ازاي. أنا كده عندي أول حاجة جبت بولة، وبعد كده بقى هنزل فيهم بكوبايتين ونص من دقيق البسبوسة اهو، يعني زي نص كيلو كده بالظبط من دقيق البسبوسة. بعد كده بقى هنزل عليه بنص كوباية من جوز الهند الناعم زي ما انتوا شايفينها كده. ما شاء الله جوز الهند ده بيخليها طعمها جميل جدا وبيخلي ريحتها حلوة جدا. وبعد كده بقى هجيب عندي كيس من البودر، هحط منه معلقة صغيرة، يعني معلقة من بتاعة الشاي الصغيرة. وبعد كده بقى هنقلب كل المواد الجافة دي مع بعض زي ما انتوا شايفينهم كده. وبكده خلاص هركنهم بقى عندي على جنب. نيجي بقى عشان خاطر نعمل صوص الكراميل بتاع البسبوسة. انا كده عندي كوباية من السكر زي ما انتوا شايفينها كده. بعد كده حطيتها عندي في طاسة وحطيتها عندي على البوتاجاز، وبعد كده بقى نزلت عليهم بربع كوباية من المية، وهسيبهم عندي على البوتاجاز لغاية لما السكر والمية يغلوا مع بعض عشان خاطر ياخدوا لون حلو كده وتتكرمل. مش طبعا مش هحط فيها اي معلقة خالص غير لما لون السكر يتغير معايا، وابتدي اللون اللي هو يعني ان هو يتغير اهو زي ما انتوا شايفينه كده. ما شاء الله ابتدى لون السكر يتغير معايا اهو زي ما انتوا شايفينه. بقلبه بسرعة. طبعا يعني الواحد لازم يخلي باله لان اللون بيتغير بسرعة جدا. حتى برضو لو انت مهما مطية النار لون السكر بيتغير خالص. بعد كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفينهم كده نزلت عليهم بمعلقتين من السمنة بعد ما السكر اتكرمل معايا، وهقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده بقى نزلت عليهم بمعلقتين من الزبدة، وهقلب بقى الزبدة مع السمنة مع السكر اللي اتكرمل، هقلب ده كله مع بعضه زي ما انتوا شايفينه كده. وبعد كده بقى جبت عندي زي 3 معالق كده قشطة بلدي زي ما انتوا شايفينها. ما شاء الله بتفرق في الطعم وبتفرق في اللون كمان اهو كده. انا بقلب بقى كل اللي انا حطيته ده كده مع بعضه زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى هنزل عليهم بكوباية الا ربع من المية. انا في الاول حطيت ربع كوباية من المية، وبعد كده بقى نزلت عليهم بكوباية الا ربع من المية، يعني كل المواد السائلة معايا كوباية مية. وبكده ما شاء الله سبته بقى غلي يدوب غلوة واحدة بس، ونزلته من على النار يدوب هدي. هو كده الخليط ساخن معايا، انا يدوب هدي بس من الحرارة شوية. وبعد كده بقى نزلت عليهم بدقيق البسبوسة، وهقلب بقى كله مع بعض كده. طبعا انا مش هعجن زي ما انتوا شايفينه، انا بقلب من تحت لفوق، يعني بطلع كل المواد الجافة زي ما انتوا شايفينها كده. ما شاء الله انا مش عجنته خالص اهي زي ما انتوا شايفينها كده. ما شاء الله لونها جميل جدا. بعد كده بقى جبت عندي صينية مقاس 30، هحط فيها معلقة من السمنة، وبعد كده بقى هدهنها في الفرشة بالفرشة كده في الصينية. طبعا يا بنات اي حلويات شرقية طبعا يعني سمنة زي ما انتوا عارفين. ما شاء الله والبسبوسة طلعت معايا جميلة جدا وطلعت لونها حلو خالص. بعد كده بقى هجيب عندي البسبوسة وهنزل فيها في الصينية. بعد كده بقى هفردها مع بعض كويس جدا. طبعا الخليط مش يعني الخليط ما شاء الله حلو بيتفرد معايا بكل سهولة. بعد كده بقى هخبطها خبطتين كده في الرخامة عشان خاطر ان هي تتساوى معايا زي ما انتوا شايفينها كده. بعد كده بقى عندك لوز، عندك فستق، عندك سوداني. طبعا انا كان الموجود عندي سوداني فانا زينتها بسوداني. ما شاء الله طلعت جميلة جدا وطلع طعم السوداني طبعا حلو خالص فيها.
بعد كده هنبدأ بقى ان احنا نشكلها مع بعض كده زي ما انتوا شايفينها كده بالسوداني. وبكده بقى زي ما انتوا شايفينها كده ما شاء الله شكلناها، طبعا شكلها جميل جدا. وزي ما انتوا شايفينها كده بقى دخلناها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص زي ما انتوا هتشوفوها كده ما شاء الله تطلع لونها حلو جدا. وبعد كده بقى انا سبتها زي قعدت نص ساعة بالظبط في الفرن. وبعد كده بقى هنعمل مع بعض الشربات. جبت كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية وحطيتهم على البوتاجاز لغاية لما يغلوا كده معايا كويس جدا. وبعد كده بقى نزلت عليهم بعصرة نص ليمونة. وما شاء الله كنا طلعنا بقى البسبوسة من الفرن سخنة والشربات سخن زي ما انتوا شايفينها كده ما شاء الله لونها جميل جدا. بعد كده بقى هحط عليها الشربات وهغطي عليها لغاية لما تبرد كويس جدا. طبعا هي شربت كل الشربات اللي انا حطيته عليها ما شاء الله. كده بقى هنبتدي ان احنا نقطعها مع بعض زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا البسبوسة متماسكة جدا يعني ما شاء الله جميلة وطريقتها سهلة خالص وطعمها جميل جدا. طبعا هتجربوا الوصفة دي وهتعجبكم جدا ان شاء الله وهتعملوها على طول. اهي زي ما انتوا شايفينها ما شاء الله لونها حلو جدا والبسبوسة متماسكة معايا خالص جميلة جميلة جدا يعني كان طعمها تحفة. اهي زي ما انتوا شايفينها ان شاء الله هتجربوها وهتطلع معاكم الطريقة ناجحة جدا. وعايزة اقولك بقى لو اول مرة بتشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.